مساء الخير، شلونكم يا أحلى وأغلى متابعين؟ رجعت لكم فيديو جديد، فيديو خفيف وظريف وبسيط إن شاء الله يا رب يعجبكم. خلونا نبدي بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. طبعا فيديو اليوم صورت لكم، سويت كيكة باردة ويعني مقتطفات، مو تصوير كامل لأن أنا مسوي وياكم قبل الكيكة الباردة. وطلعنا رحنا البيت ابن حماية، يعني كانوا عازمينه. وطبعا هنا وصلنا البيت ابن حماية، طبعا هذا الحكي يوم الخميس. فوصلناهم وكانوا يعني مرت ابن حماية ما قصرت، حسوني الوردة مسويت لنا دولمة تخبل، طبعا مسويتها بالتمن العنبر، وأكيد أنا لازم أخلي بصمتي، لازم أشارك يعني. فهنا قلبنا الدولمة، وكانت شلون دولمة عيني بالتمن العنبر، ومسويتها بالدجاج، ومثل ما شفتوا مخلية حتى جزر، مخلية بيها فلفل وبصل وسلق، وخير من الله طبعا ريحتها وطعمها فتشي ما أحكي لكم به، كلش طيبة. عاشت إيدها، وأكيد هي نفسيتها كلش طيبة، ويعني كانت فد عزومة بسيطة وحلوة، وضيافة كلش بسيطة وحلوة، كلش تونسنا وغيرنا جو. المهم ما أحكي لكم التفاصيل، يعني التفاصيل أكيد بالفيديو. هنا حبايبي فرغنا الدولمة، وشوفوا هاي اللجعة هي علامة الجودة، أكيد إحنا دائما نقولها. شوفوا هنا الجدر ما شاء الله ممسوح. فهنا بديت أصب الدولمة، أكيد هيجي أجواء تحلى باللمة، وحلوة تصير، كلش حلوة تصير، خصوصا إذا المكان يعني واحد يرتاح بيه، يحس بيه براحة نفسية، فأكيد يعني تصير القعدة حلوة. هي عبالي نسيت محسوني. هو من التعبان غير محسوني. اي والله من التعبان غير محسوني. عليك. ها انتي من البارحة تحضرين. ايوه علي. كافي؟ احنا دقيقة يعني موظفين. خاف يزعل. طبعا هنا هي مسوية هاي التفاحية، ومسوية جاجيك لبن وخيار، هاي بقايا الدولمة اللي بقت خليناها بهذا الماعون. وهنا راح أصب التمن، طبعا مسوية تمن شعرية وسوب دجاج، وأكيد يعني مقلين الدجاج على التمن. هسه راح أبدي أصب. طبعا هم عائلة صغيرة، عندهم أطفال صغار، وإحنا يعني صارت سفرة حلوة ولمة حلوة وقعدة حلوة. هنا حبايبي راح أصب التمن، أصب كل المواعين الموجودة اللي منطوني إياها طبعا. وهنا زوزة هم مساهمة ويانا، بدت تصب التفاحية، طبعا كلش طيبة مسويتها. فراح نبدي نفرغها بالكاسات. وهنا مسويت لنا هذا الكاستر، طبعا كلش كلش طيب كان. وهنا حبايبي مدينا سفرتنا، وشو عيني كانت السفرة حلوة ومرتبة وما شاء الله ما ناقصها شي، وكل خير وبركة من رب العالمين ونعمة فضيلة. ومرة ثانية أقول شكرا لحسن الضيافة، وشكرا على هاي العزومة الحلوة البسيطة. إن شاء الله يا ربي بيت العامر، وإن شاء الله سفرة ممدودة على طول، ويا رب يرزقكم الصحة والعافية والسلامة. طبعا أكيد إذا راح يسمعوني هم. هسه طبعا راح من بعد العشاء راح نتحضر نرجع للبيت. وشوفوا هاي بزونتهم الحلوة الكيوت تجنن، هم حبيت أصورها.
وهنا حبايبي رجعنا، هاي احنا بالطريق. كانت الأجواء كلش حلوة، فحبيت أصور شوية. حلوة بغدادنا، فدوى العينها الله يحفظها. هسه راجعين للبيت، وراح أرجع أراويكم تصوير الكيكة الباردة، لأنه أنا قبل ما أطلع من البيت سويتها وخليتها بالثلاجة. حلوة هاي منها صايرة. طبعا مثل ما قلت لكم أجواء كلش حلوة. وهنا حبايبي رجعنا للبيت، ولقيت كيكتنا جاهزة وطعمها يخبل. طبعا شلتها القطعة، تنشال قطعة قطعة. بنات هذه كلها يعني سويتها بالبسكت، وسويت محلبي، وهذا الصوص مال الكاكاو أو صلصة الكاكاو أنا سويتها، وصفطتهم شي على شي، وخليت المحلبي وخليت الصوص مال الكاكاو أو الصلصة مال الكاكاو، وصارت كيكة جاهزة تجنن، تخبل، طعمها كلش طيب. بنهاية الفيديو أحب أبارك لطلابنا اللي استلموا النتائج مالتهم، مبروك نجاحهم، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لطلبتنا الباقين، من ضمنهم ابني وبنتي. يا رب يفرحكم بأولادكم ويفرحني بأولادي، وإن شاء الله يا رب يكون النجاح حليفهم. لهنا حبايبي وصلت وياكم نهاية هذا الفيديو البسيط، أتمنى عجبكم. إذا عجبكم خلونا لايك حلو من إيديكم الحلوة، ومع السلامة.